السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات في قناتي، قناة كوكب الطبخ الجزائري. مرحبا بكم وألف مرحبا. إن شاء الله تلقاكم قناة كوكب الطبخ الجزائري دايما بصحة وعافية وهناء إن شاء الله. اليوم جبنا لكم وصفة جديدة حلوة وهي الغريبية. مقاديرها تكون كالآتي: عندنا كيلو تاع الفرينة، عندنا 2 كيسان كبار تاع سكر غلاس، وعندنا كاس تلت كيسان تاع زيت المائدة، وعندنا 2 مغارف كبار تاع سكر فانيليا، وعندنا القرفة اللي هي اساس هاد الحلوى. نبداو ان شاء الله على بركة الله. نحكموا السكر غلاس تاعنا، نغربلوه. نبداو على بركة الله. سكر غلاسي قلنا 2 كيسان بهذا الشكل. نزيدو الكاس الثاني تاع سكر غلاسي، لازم نغربلو كل حاجه، نجوزوها في الغربال باش تجينا الخدمه نقيه ونتخلصوا من هاد التكتلات. فوالا، نحكموا الزيت. قلنا نديرو، انا ناخذ هاد الكيله الكاس، العبر اللي تحبي ديريه، انا ندير هاد العبر، ندير تلت كيسان. بون، درت الكاس الاول، نزيد الكاس الثاني، ونوجد الكاس الثالث. بصح ما نديروش دوكا، تنخلط هذا. سي جامي ما نديروش كاع. فوالا، نوجدو برك ونحطو. نحكم 2 ملاعق كبار سكر فانيليا للنكهه، نخلطو الكل مع بعض. هذا نزيدو الكاس الثالث، نكملوه ونخلطو، نستمروا في الخلط. الغريبيه يعني واش نقول لكم، فوالا شوفوا كيفاش الخليط اللي تحصلنا عليه. الزيت مع السكر غلاس مع 2 ملاعق كبار تاع الفانيليا. نبداو نديرو الفرينه بشويه. انا درت حندير باكيه معناتها تاع كيلو، واللي حبت تدير نصف تاع كيلو 500 غرام تنقص العبر تاع الزيت وتخدم. هنا شوفوا كيفاش نديرو. فوالا، شوفوا خياتي، راني لميت العجينه وراني درت كيلو تاع الفرينه. باكي هذا تاع كيلو 1 كيلوغرام راني فرغته. فوالا، هاو خالص كومبلي. دوك واش نديرو؟ نحكموا العجينه تاعنا. شوفي كيفاش تجي جاريه، تجي جاريه. واش نديرو؟ نقعدو نخدموها بيدنا هكذا، نحكوها تري بيان باش هذاك السكر غلاس
يزيد يذوب بيان، نتحصلوا على قوام هاي وليس تساعدك في العمل ديالها. فوالا خياتي، شوفوا لا تيكستير تاعها. شوفوا نقول لكم حاجه خياتي، اذا كانت العجينه جاريه بزاف كي تروحي تلميها هكا تلقايها جاريه بزاف، زيدي لها شويه فرينه. انا جاتني جاريه بزاف، زدت لها شويه تاع فرينه باش كي ندير هكذايا الكويره نقدر نتحكم فيها ونشكلها كيما نحب. فوالا شوفوا انا حكيناها تري بيان، تحصلنا على هذا لا تيكستور. فوالا دوك كيفاش نديرو؟ نبداو نحكمو بشويه هكا، قلنا نحكوها دوك نحكمو كميه ونشكلوها غريبيه، الشكل تاع الغريبيه نحكمو كره على هذا الشكل. تحبي ديريها كبيره تحبي ديريها صغيره، هي من الاحسن تكون متوسطه باش تجي شابه. هذا لايمو العجينه هكذا على شكل كره، ومن بعد نديروها على كف اليد هكذا، ومن بعد ندورو هكذا. انا عارفه الا كتشوفوا فيها بيان بلا هكذا. هذه الطريقه، هذه الطريقه تاع زمان. فوالا هذه هي الطريقه تاع زمان، تحصلوا على هذا الشكل. فوالا شوفوا حتى واللي ما تعرفش تشكلها دير هكذا هكذا هكذا، شغل زربوط، نتحصلوا على زربوط. فوالا هنا تحصلنا على حبيبه تاع غريبيه، هذا الشكل تاعها شغل زربوط. ونكمل كاع يديك الحبات على هذا الشكل. وتحبي تشكليها بالطوابع كيما ولاو يديروا بالطوابع. انا عندي هدايا دردري له شويه تاع الفارينه، ترشيه بالفارينه وديري الشكل. شوفوا كيفاش خياتي يخرج لكم الشكل كذلك شباب متحف. نديروا دائما دائره ونحطوها لداخل المول الطابع ديالنا ونعبزو. ديروا الفارينه باش ما يلصقناش، ومن بعد نحطوها هكذا. شوفوا الشكل اللي نتحصلوا عليه هكذا، جينا شكل شباب. ونعطيكم استيوس خياتي على بالكم الغريبيه. كي نقولوا الغريبيه تسمى كاين فيها القرفه، اوتوماتيكمون كاين القرفه في الوصفه تاعنا. ما نديروهاش، كاين اللي يديروها هكذا فوق العجينه قباله. حنا مش ما ديريهاش فوق العجينه، كاين اللي يديروها فوق العجينه قباله ويحطوها طيب. اذا كي ديريها فوق العجينه وطيبيها تنحرق لك كاع هذيك القرفه. واش ديري كي طيب الحلوه تاعك، خرجيها من الكوشه وهي سخونه هكاك، حكمي بشويه بشويه قريصه قريصه تاع القرفه وجوزي عليهم من الفوق باش تقعد لك هذيك النكهه تاع القرفه تجي لذيذه تشميها منين. مالا دوك خياتي انا نكملهم ان شاء الله ونطيبهم ونوريه لكم في صحن التقديم ان شاء الله. فوالا خياتي راني كملت التشكيل ديالهم. شوفوا الشكل هذا وشوفوا الشكل تاع الطابع. وراني خليتهم واحد 5 دقائق. علاش نخلوهم 5 دقائق؟ باش كيما نقولوا يحكموا لا فورم تاعهم، ما يطيحوناش كي نطيبوهم. دوك يكون اني شعلت الكوشه على درجه الحراره تكون 160، ما تكونش قويه بزاف. ونحطوها نطلعوها، ما نحطوهاش في الوسط، نطلعوها شويه الفوق باش ما تنحرقناش. اللون تاعها ما يجيش دوغي، يجي شغل بيض شويه. مالا نحطها في الكوشه ونرجع لكم ان شاء الله في طبق التقديم ان شاء الله.
رانا ولينا خياتي طابت الغريبيه تاعنا. شوفوا الشكل تاعها كي نحيناها ملكوشه، درنا لها من الفوق هذيك القرصه تاع القرفه من الفوق باش تقعد الريحه تاعها تنفنف. شوفوا الشكل الثاني اللي درتو بالطابع، شوفوا كيفاش، وشوفوا من تحت باش يجي ما شاء الله، وتجي كذلك مبسه طريه وتمسيها تتفتت لك. واش نقول لكم خياتي، وشوفوا هذا التشقيق اللي راكم تشوفوا فيه هنايا مشققه، ما تقولوش بلي راهي فسدت الناوله، شوفوا راهي مشققه، دلاله على النجاح تاعها. في الاخر خياتي واش نقول لكم، ما تنساوناش في جيم ابوني وتعليق يكون مليح، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى بحول الله. سلام.